شخص الرئيس بوتين والبنية السياسية الحاكمة الآن في روسيا إلى أي درجة تلعب دورا في هذا المجال؟ أنا أعتقد أنها تلعب يعني دورا كبيرا، والرئيس بوتين يعني شخصيا يتمتع بكاريزما يعني متفوقة جدا. ويعني إذا طلعنا على الإحصاءات العالمية يعني في شرعية الرؤساء، فنرى أن يعني الرئيس بوتين الآن هو يعني يحتل المركز الأول، وهذا باعتقاده ليست يعني فقط لأنه رئيس روسيا، ولكن لأن أداؤه الداخلي وأداؤه الخارجي يعني الآن بدأ يعني متميزا جدا. وبالنسبة للشعب الروسي يعني ممكن القول أنه بدأ يتكون كرمز للأمة الروسية ولروسيا الحديثة يعني بتاريخها، أو ممكن أن نقول أنها يعني هو أول من بدأ يعني في إعادة البناء الحقيقي للدولة الروسية وللمجتمع الروسي. فعلى المستوى الخارجي طبعا يعني وأيضا الرئيس بوتين يتمتع يعني ممكن القول يعني بنوع من الفكاهة، وهو يرد على أي سؤال مهما كان ومن أي طرف كان، ولا يعني يتحرج في هذه المسألة. فهنا يعني الدور بوتين والقيادة الروسية هو جديد، يعني ممكن القول فيما عن كان أيام أبان الاتحاد السوفيتي وفترة حكم يلتسن. نعم، ففترة حكم يلتسن يعني لكن يتباين. إلى أي درجة كان مؤثر بالفعل